حواوشي سجق بالجبنة الموتزاريلا، حاجة كده جميلة جدا، سهلة وبسيطة وهتعجبكم. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة حبايبي، معايا السجق بتاعي، معايا نص كيلو سجق. هقطعه قطع صغيرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجة بس، لا قطع كبيرة ولا صغيرة، قطع متوسطة كده. وبعد كده من غير اي دهون خالص، في طاسة على النار، هشوح فيه لحد ما ينزل الدهون بتاعته. وبعد كده هسيبه يستوي. هكون مقطعه بصلايه وقرن فلفل، وطماطميه جامده. لو عندك فلفل الوان ضيفيه، فلفل رومي اخضر ضيفيه. وبس كده. هنا كان استوى معايا خلاص. نزلت بقى بنص معلقه توم صغيره كده مفروم، ونزلت بالخضار بتاعي وبابريكا، نص ربع معلقه بابريكا، فلفل اسود وبهارات مشكله وملح. وسبته لما استوى خالص، وبعد كده حشيته في السندوتشات وحطيت عليه جبنه موتزاريلا، وحمرته في معلقه زيت.